مواصفات المرشح الافضل اللي حضرتك شايفه اللي الناس تقدر تروح له، اللي يجتذب الناس. في دلوقتي رايين، راي بيقول انا عايز وجه لا علاقه له بكل الانظمه السابقه، وجه جديد تماما. في اراء مثلا قالت انا نفسي اشوف مرشح من 25 يناير، من شباب 25 يناير، لكن المطروح علينا مش منهم. هل حضرتك شايف انه ممكن مش عيب ان انا ارشح حد له علاقه بالنظم السابقه؟ لا مش عيب ابدا، بس انا هشرح لك شويه. اولا انا مع المتمنيين نفسي برضو اشوف من الشباب، لكن اعتقد ان ده يبقى بدري، لازم ياخدوا خبره اكتر، وهيجي عليهم يوم ان هم يوصلوا ان شاء الله، لان دي المستقبل بتاعهم يعني اكيد، يعني مش بتاعنا احنا. بالنسبه لشخصيات ليها علاقه بالنظام او اتعاملت معاه او كانت جزء منه، المهم ده مش المهم، لانه اي واحد مننا في سنه ده اذا كان 60 70 مهما كان لازم كان له، ما احنا مرينا في المراحل دي مفهوم، فعشنا بيها، كل واحد مننا كان له علاقات. المهم كان ممارسته كان شكلها ايه، المهم اداؤه كان شكله ايه، هل هو تلوث بملوثات بعض النظام اللي كان عايش فيه، ولا هو كان حريص على ان يؤدي اداء سليم. ده ما لهاش علاقه المطروحين امامنا غير ملوثين. اللي انا شايفهم قدامي ما اقدرش ما شفتش حد منهم ممكن اعيب عليه في شيء، لا الكبار في السن ولا الاصغر في السن. اللي كانوا لاحظ ان احنا عندنا اجيال يعني موجوده النهارده لحسن الحظ، وده اكرام. وانا شايف حضرتك ان الحكايه دي ممكن اعتقد هيزيدوا. مش شايف ان حضرتك الحكايه دي ممكن تبقى ضدهم؟ يعني في ناس مثلا تقول على كل الاحترام والقدر اللي بينظروا بيه للفريق احمد شفيق، الا ان هم ممكن يبقى في علاقه ما تمنع ان هم يرشحوه او ان هم يختاروه. علاقه ايه يعني؟ علاقه الصداقه بالرئيس السابق. لا انا المهم انك زي ما بقول لك، انا شخصيا في حاله الفريق احمد شفيق، انا شخصيا اسلوبي في الحياه ان انا بقيم الشخص نفسه وشخصيته واداؤه لغايه دلوقتي. يعني ما نيجي نتكلم مثلا على الفريق احمد شفيق مثلا، اذا جبته كمثل، انا متاثر جدا بتجربته في وزاره الطيران جدا، وان انا شفت ان هو راجل انجز معجزات في الوزاره دي، وانا قابلته كنت بقابله ما فيش علاقه شخصيه، يعني مثلا نتقابل في مناسبه ولا حاجه كنت اقول له انت بلا، وعملها بصمت ولا يتحدث ولا عمل دعايه عنها. انا اعجبت جدا بهذا الانجاز، وانا يعني حزنت جدا لما اصابه وهو رئيس وزاره من عدم فهم الناس له لشخصيته، وما ادلوش فرصه. يعني كل اللي هو حوسب على اساسه ان هو حلف اليمين قدام الرئيس مبارك، هو كان اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس مبارك، او ان هو كان صديقه يعني في ساحه طيران او غيره كده، وابتدوا يتعاملوا معاه على هذا الاساس. لا بصوا في شخصيته، بصوا في طريقته في الكلام، بصوا في صراحته، بصوا في الاداء اللي اداه في وزاره الطيران، هو ده اللي كان لازم يقيم على اساسه.